بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. جمعة مباركة يا حبايب. طبعا كل الناس شافت القصة بتاعت امبارح والفضايح اللي حصلت بقى، وقصة أحمد سالم وسيف الوزير وشوبير وتركو، والقصة كلها اللي دارت، وعمرو الجرايني اللي ضحكني في وسط الموضوع كده. طلع عارف انت لما حد يجي لك دقيقة كده يضحكك ويختفي. عمرو الجرايني عمل كده امبارح. المهم، القصه كلها هحكي لكم طبعا بالتفصيل دلوقتي، بس انا مش طالع اصلا والله عشان اقول لكم على اللي حصل امبارح، لان انا كنت عايز اتكلم عنه كنت اتكلمت عنه امبارح. طلعت امبارح وعملت الفيديو واتكلمت وضحكنا وهزرنا وحفلنا وعملنا كل اللي احنا عايزينه. لكن الفكره والله مش في كده. الفكره ان في ناس، يعني القصه زي ما بقول لك هحكي لك بالتفصيل. بس انا طالع النهارده عشان ارد بقى على مين؟ على صفحات الزمالك. صفحات الزمالك بجد حرفيا والله العظيم عالم في دنيا تانية، عايشين في كوكب لوحدهم. ناس والله العظيم يعني انا اسف والله 90% منهم، يعني 90% منهم، مش هنقول كلهم بس 90% منهم عالم بجحة وعالم بكسة وعالم ما عندهاش دم وعالم ما عندهاش احساس وعالم ما عندهاش فهم وعالم ما عندهاش دين وعالم ما عندهاش ضمير. والله العظيم بكلمك بامانه، اقسم بالله مش بجاملك والله. والله يا جماعه مش بجاملكم، اقسم بالله. يعني امبارح القصه كلها واضحه وصريحه وباينه، واحمد سالم طلع لبس مجلس الاداره بتاع نادي الزمالك ودخلهم في حيط وقال لك مش عارف ايه وفي الدنيا اتقلبت، وتركي آل الشيخ طلع ونزل البوست وطلع مع احمد شوبير وطلب سيف الوزيري، وسيف الوزيري بعدها جه احمد دياب، وكلهم اقروا واعترفوا ان الزمالك وافق على المباراه، ومعاهم حاجات رسميه ومستند رسمي ومش عارف ايه وكلام كبير طبعا ومجعلص. وابسط حاجه، ابسط حاجه، لو كان الزمالك فعلا رفض او ان هو ما بعتش موافقات رسميه، كان طلع حد ذكر كده من مجلس الاداره عندك يا سيدي وقال لك لا والله يا جماعه احنا اهو، احنا ما رفضنا واحنا اللي رافضين ومش عارف ايه. بس مش هيحصل، مش هيحصل، لان فعلا الزمالك ما رفضش. وفعلا المجلس الاداره دوت عايش على اللقطه. مجلس الاداره ده على فكره زيه زي اللي فات، زيه زي اللي هيجي بعد كده برضه 90% منهم. اوعى تفكروا والله العظيم بجد إن مثلا حسين لبيب يبقى مختلف عن مرتضى منصور خالص. هي نفس الريحه والتسريحه. 90% منهم مرتضى منصور، على خالد الغندور، على حسين لبيب، على مش عارف مين، فاهم، على عمرو الدرديري، على عمرو الجنايني، ينزل حياته ويرجع يمسحها. هو ده 90% منهم. 10% بس منهم هتلاقي حد زي حسن شحاته، زي مثلا حلمي طولان، زي كابتن طه بصر الله يرحمه. يعني الناس دي قليله عندهم، الناس دي قليله عندهم، لكن العادي والطبيعي عندهم هو الناس دي: احمد سالم وحسين لبيب، مرتضى منصور، امير مرتضى، خالد الغندور، عمرو الدرديري، عمرو الجنايني. هم 90% كده. والله العظيم بكلمك بامانه، اقسم بالله الواحد بيبص لواحد صايم فمش عايز بقى ايه يجمل كلام، والواحد يقول الكلام اللي في قلبه على طول. فالمهم القصه واضحه وصريحه، والكلام كله اتقال امبارح. فيطلع بقى صفحات نادي الزمالك النهارده زي ما بقول لك كده، والله العظيم طلع يقول لك: شفت الزمالك البطل في عز ما احنا محتاجين للفلوس، واحنا اللي رفضنا واحنا اللي عملنا واحنا اللي سوينا. ولسه يعني المفروض بعد اللي حصل دوت، وبعد اثبات الكذب بتاع والتدليس بتاع احمد سالم او مجلس اداره نادي الزمالك والراجل المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، بعد اثبات الكذب بتاعهم والتدليس بتاعهم والتضليل بتاعهم، المفروض الطبيعي والمنطقي، الطبيعي والمنطقي الصفحات الزملكاويه تعمل حاجه من اتنين. حاجه من اتنين، ملهم والله ملهم تالت. العقل ما يستوعبش الا الحاجه من الاتنين دول. الحاجه الاولى ان هو يطلع ينتقد المجلس الاداره: انتوا ازاي تعملوا كده، وازاي تحرجونا، وازاي تخلوا شكلنا وحش قدام الناس، فما ينفعش اللي انتوا عملتوه. ينتقد التصرف. الحاجه التانيه ايه؟ انه يسكت. الحاجه التانيه انه يسكت، يعمل من بينها بقى وخلاص، وفاهم انا مش واخد بالي وخلاص، والدنيا هتمشي وكله بيتنسى وترند بيتغير وحاجات كتيره هتيجي مثلا بعد كده تنسينا وكلام من ده. لكن لا، صفحات الزمالك بتعمل حاجه ثالثه ما تجيش على العقل. انا ولا هنتقد مجلس الاداره ولا هسكت، وبالعكس ده انا كمان هقول ان مجلس الاداره دوت ذكر. ايه يا عم في إيه؟ انت مالك يا عم؟ في ايه مالك؟ ايه ده كده؟ واحد الله. واحد الله. ده عمرو الجنايني نزل البوست ومسحه. اتكسف يا جدع انت وهو. والله العظيم بكلمك بجد، اتكسف. خلي فيه شويه من الاحمر. انتوا ايه عايشين ازاي؟ والله العظيم بكلمكم بجد، انتوا عايشين ازاي؟ فطبعا القصه كلها وما فيها زي ما بقول لكم: احمد سالم نزل بوست امبارح وقال لك ايه بقى؟ قال لك ان احنا سنتواجد في استاد القاهره يوم 15 كذا، وهنلعب الاهلي ومش عارف ايه في المباراه، طبعا ان هي الايه في الدوري زي ما الجدول بيقول، وكلام كبير من ده. فطبعا هو على فكره برضه عشان تبقى فاهم، عشان برضه هتجي لي بعد كده وتقول لي يا ابو سجد انت كان عندك حق، افتكر الكلمتين دول. احمد سالم هيقول لك اصلا أنا ما قلتش ان الزمالك رفض. يعني بعد كل الدفاع المستميت اللي هم بيعملوه برضه صفحات الزمالك دلوقتي، وبيقول لك ان لا، او الزمالك رفض واحنا مش عارف ايه، رغم ان الناس طلعت كدبتهم امبارح ومحدش من مجلس ادارتهم او المتحدث الرسمي طلع رد عليهم نفى الكلام. بس برضه بعد كل ده
هيطلعوا نادي الزمالك وهيقول لك ان اصلا احمد سالم ما كانش يقصد ان الزمالك رفض. ده يا جماعه بيقول ان الماتش هيتلعب في القاهره عادي. افتكر الكلمتين دول والله هيتقالوا، افتكر الكلمتين دول. فاحمد سامي لما قال كده طبعا صفحات الزمالك خدت الموضوع بقى ايه، اللي هو انتصار للقوه ومش عارف، ومعاه كرامه داخل الكرامه وقوه مش فاهم، بس ما علينا يعني. قال لك ان الزمالك رفض المباراه في السعوديه. فطبعا تركي آل الشيخ طلع ونزل بوست وقال لك ايه، مين اللي رفض دوت، ما حصلش وعيب ومش عيب، وان نادي الزمالك اصلا وافق وكان في موافقات ومش عارف ايه وكلام من ده. وطلع مع شوبير في مداخله تلفزيونيه، دخل تليفونيه في التلفزيون يعني. وطلع واتكلم وحكى بقى وقال لك ان الزمالك اتفق على الفلوس، وكان متفق على 500,000 دولار للمباراه، وان احنا كنا هنديله في المباراتين مليون دولار، وان هو حجز الفندق باين او اتفقوا على الفندق والطيران وكل حاجه خلصانه يعني. وقال لك اصلا قبل الاهلي كمان احنا كان مشكلتنا ان احنا خايفين الاهلي ما هو اللي ما يوافقش عشان خاطر الحاجات الافريقيه اللي عنده وكده. فقال له كمان عايز تتاكد من كلامي اطلب سيف الوزيري واطلب احمد دياب. وبالفعل شوبير طبعا ما كدبش خبر، والراجل ده ما بيتوصاش بيهم. يعني بص ما بيجللهمش حاجه. قام اتصل باحمد دياب، وقام اتصل مش عارف بسيف الوزيري نائب طبعا رئيس شركه المتحده، وقالوا له فعلا الزمالك وافق والزمالك ما رفضش ولا حاجه وما فيش اي مشكله، وكان موافق وكل حاجه. بس القصه كلها في ان الفيفا عنده مشكله ان الناديين يلعبوا مباراه يعني مباراه دوري في قاره تانيه. وعلى فكره بالمناسبه هو الفيفا فعلا لسه ما ردش، عشان برضو في بعض الصفحات الزمالكاويه بتقول لك ايه، شفتوا هو الفيفا ما ردش، امال انتوا ليه بقى بتقولوا كذا كذا كذا. القصه ان هم كلموا هنا بريده، وهنا بريده شرح لهم الموقف، قال لهم ان الفيفا مش هيوافق. وطبعا الوقت ضيق، فبناء عليه قال لك خلاص ايه، احنا بنلغي وكده. ووارد لو الفيفا وافق او هم عرفوا يقنعوا الفيفا او اي حاجه طرقت جديده ان المباراه الثانيه تتلعب في السعوديه والزمالك هيروح عادي، ما فيش عنده مشكله خالص، وما عندوش اي مشكله في ايه، في قصه ان هو يروح في اي حته. فالمهم طلب الاثنين وقال له ايه، قال له كذا كذا كذا. فعشان كده بقول لك انت بقى كزملكاوي مثلا واحد زي عمرو الجنايني. عمرو الجنايني لقيته منزل بوست بيقول لك برافو الزمالك وبرافو حسين لبيب، واحنا مش عارف ارفع راسك فوق انت زملكاوي، واحنا اصحاب الحق، ودوله الظلم ساعه ودوله الحق الى قيام الساعه، وكلام كبير قوي كده ومجعلص، واحنا محدش كسر عينينا ومش عارف ايه وكلام كبير قوي. فطبعا لما طلع الناس دي كلها ردت على الكلام ده، ومفيش حد طبعا من مجلس اداره نادي الزمالك طلع رد عليه، فالراجل اتكسف ومسح البوست. فده اثبات على ان اللي انت قلته في البوست يا استاذ عمرو ده عكسه. يعني انا ما اعرفش، ما فهمش غير كده. حضرتك قلت ان مفيش حد كسر عينينا ومسحت البوست يبقى في حد كسر عينيك. انت قلت ان برافو حسين لبيب ومش عارف ايه ونادي الزمالك، مفيش برافو بقى ولا حاجه. عيب بقى يعني، عيب. عيب بجد، عيب. المفروض ان بعد كل اللي حصل ده، المفروض والله العظيم بجد ان انتوا تتكسفوا، اتكسفوا وخلوا عندكم شويه من الاحمر وخلاص، واركن في جنب. اركن في جنب، محدش هيكلمك. اه لو حد كلمك ولا حفل عليك يا سيدي استحمله، مش مشكله. استحمله، عدي بس الموقف كده وخلاص، لكن ما تبقاش بجح، ما تبقاش بجح. ما يبقاش الناس طلعت وكشفت كذبك وتضليلك وتدليسك، وانت كمان عايز تطلع تركب برضو على بطوله وهميه وتبقى صاحب لقطه. انتوا ليه بجد لاقيين كلكم على بعض كده في حته اللقطه؟ يعني اسطوره عندكم بيبقى باللقطه، كابتن مش عارف ايه باللقطه، مجلس اداره باللقطه، صفحات باللقطه. انتوا ليه بتموتوا في اللقطه؟ ليه بتموتوا ليه في البطولات الوهميه دي؟ ليه بتموتوا قوي في البطولات عشان ممكن برضو البطولات الحقيقيه صعبه عليكم شويه، فانتوا بتحاولوا تفوزوا باي بطولات. عموما انا طولت شويه، بس يلا بقى معلش استحملوني. ونتقابل بقى ان شاء الله النهارده بعد الماتش الاهلي وسيمبا ان شاء الله، ونبارك للنادي الاهلي الصعود باذن واحد احد للمباراه اللي قبل النهائيه، وربنا يوفق النادي الاهلي دايما. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.